السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير كدار مع صحيحتكم؟ مبروك عليكم هاد العواشر ان شاء الله بالصحه والسلامه والرزيق واش ما تمنيتو. اليوم جيت نشارك معكم واحد الغديوه ديالي زوينه وخفيفه وصالحه لهاد الصيف. الواحد يمكن له يخرجها معاه حتى على برا، بغا يمشي لبيسين ولا يمشي للبحر ولا اي بلاصه جايه خفيفه على بركه الله. عندي هنايا جوج ديال الدجاج، انا دايره على جوج ديال الدجاج كل واحد والكميه ديالو شنو. هنا عندي دجاج مغسول ومقطراه طبيعه الحل بالليمون والملحه. الدجاج انا كندير غير الدجاج الصغيور، ما كنديرش داك الدجاج الكبير باش حيت علاش غادي نحشيه في الفران. يلا على بركه الله. عندي هنايا الثومه، عرفتش كيبان لكم هادشي ولا ما كيبان لكمش. عندي هنايا الثومه خصها بزايد. عندي جوج ديال الرؤوس ديال الثومه فرمتهم. عندي بصله، عندي القزبور، عندي مطيشه جوج، وعندي نص ليمونه. هذا على حساب جوج ديال الدجاج، وانتم داكشي اللي بغيتو ديروا طبيعه الحال. لا موطارد. يلا على بركه الله، بسم الله. نجي هنا غادي ندير الثومه. عندي حبه ديال ماجي ديال الدجاج. عندي الملحه على حسب الذوق. عندي الابزار. لا موطارد تقريبا شي 3 ديال المعالق ديال لا موطارد. هذا الدجاج كيبغي الثومه لا موطارد. شويه ديال الماء باش نخلط داك لاصوص، واحد نص كاس بحال هكاك. بركه الله. ها هو دابا فين كملتو، غادي نحشيه في الفران. يلا خليكم مع النهايه. هذاك يمكن الواحد يهزو يخرج بيه، يمشي بيه لاي بلاصه، يمشي بيه للبحر، يمشي بيه لابيسين، كيجي حتى خفيف وما كيكونش ثقيل على لا في الماكله ديالو ولا في كلشي ديالو. خلاص كندير له زبيده، ما كنديرلوش الزيت، كندير له شويه ديال الزبده غير من الفوق. وهذا غادي نغطيه بكاغط الومنيوم، غادي نحشيه في الفران. يلا خليكم معايا حتى لنهايه الفيديو. يا اختي هاد الطويجين ديالي طاب وطاب شويه ناشف. هانت واش كيبان لكم ولا ما كيبان لكمش؟ داك الالومنيوم غنحيدو بمقيس. لاصوص خاطره، لاصوص شتي لاصوص كيفاش كتجي خاطر وكتجي محمر، كلشي كيجي محمر مجمر تبارك الله. تجي شوف كيفاش كيجي مشمش.
تبارك الله داك المطيشه شوف كيف جات دايره. ها كلشي طايب ولاصوص معلكه. غتجي كتجي حتى خفيفه ما بغيتي تاكليها، كتجيك بعدا حتى خفيفه، كديرها في علبه وكتديها معاك لا بيسين الخلا تكوني خارجه من الزها ولا شي حاجه كما كان احسن ما حوايج اخرين. هو هذا كانت الماكله ديالنا لهذا النهار، شاركت معكم غداتي. وش نقول لكم، العواشر مبروكه بالصحه والسلامه ان شاء الله، والتمنيات والرزيق هو الاهم، والصحه هي الاهم. ونشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي.